في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين ولايتي سنار والنيل الأبيض، زار اليوم ولاية سنار مدير عام الأوقاف الإسلامية بولاية النيل الأبيض الأستاذ كمال أحمد محمد عبد الله. وتناولت الزيارة التي شرفها والي ولاية سنار دكتور العالم إبراهيم النور وأعضاء حكومته والأجهزة الأمنية سبل وإمكانيات تطوير عمل الأوقاف بالولايتين. اليوم أوقاف ولاية سنار سعيدة أيما سعادة بمقدم السيد مدير أوقاف ولاية النيل الأبيض دكتور كمال، وتأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات والتواصل وإنفاذ برامج وشراكات جديدة إن شاء الله، وتبادل لخبرات في عمل الأوقاف. وشرف أوقاف ولاية سنار في هذا اليوم الطيب المبارك الأخ الوالي دكتور العالم إبراهيم النور. بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة تشهد أوقاف ولاية سنار بإذن الله تعالى حقيقة تشهد عمل طيب مبارك في تدشين بعض الأعمال الخيرية، فرش حوالي 1000 فرشة لاستعداد لشهر رمضان المعظم، وكذلك إن شاء الله تكون في سلة مصاحبة لهذا التدشين. شهد مدير الأوقاف بالنيل الأبيض بالعمل في ولاية سنار، وأكد مضيهم في خلق توأمة بين الولايتين. اليوم نحن تشرفنا بزيارة لولاية سنار، وكانت الزيارة جميلة، ونشكر أخونا الدكتور نور الدايم مدير عام أوقاف ولاية سنار، وكانت زيارة موفقة وبحضور الأخ والي ولاية سنار. حقيقة يعني زيارة هي أتت بمبادرة من أخونا نور الدايم للتبادل والتفاكر حول الأوقاف في ولاية سنار والأوقاف في ولاية النيل الأبيض، واستمعنا لتقرير أداء عن الولاية، وبرضه نورناه عن أوقاف ولاية النيل الأبيض، فلقينا الحاجات متشابهة في الولايتين. أيضا برضه إحنا في هيئة الأوقاف الإسلامية في ولاية النيل الأبيض أنشأنا هنالك يعني برنامج سميناه الوقف للجميع. الوقف ده له 4 محافظ: محفظة للأيتام، ومحفظة لنشر الدعوة، ومحفظة للصحة، ومحفظة للتعليم. هذا ويعتزم ديوان الأوقاف الإسلامية ولاية سنار هذه الأيام تدشين وتوزيع معينات للمساجد وكيس الصائم للأئمة والدعاة. سعيد آدم رحمة لقناة عيون سنار.